ضد الحرية والعدالة وعديد من الناشطين السياسيين ومواطنين في مظاهرة عقب صلاة القيام من مسجد الشاطئ في بورسعيد تأييدا لقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإحالة المشير طنطاوي والفريق عنان رئيس أركان القوات المسلحة والفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس للتقاعد، معتبرين أنه القرار الأقوى لرئيس أثبت أنه ينفذ وعود الثورة لصالح الوطن. هذا على حد وصفهم. أكد المتظاهرون أيضا أن القرار يعد الخطوة الأولى في مرحلة البناء والتنمية ولردع كل قيادة مؤسسية في مصر لتعمل بكل إخلاص لصالح البلاد التي تأخرت عن التقدم أكثر من 50 عاما في حكم العسكر. وطلب المتظاهرون من رئيس الجمهورية تطهير الإعلام والقضاء والالتفات للمشروعات القومية التي تعود على نصف بالخير، وأشاروا إلى أحمد بمناسبة ذكر المشروعات القومية، أحمد لو تسمعني، بمناسبة ذكر المشروعات القومية، ما هو المشروع القومي لشرق بورسعيد الذي تحدث عن المحافظ ويحشد له في أول أكتوبر يعني؟ هو مشروع شرق بورسعيد أحمد والمنطقة الصناعية بشكل كامل، حيث أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد عن إقامة مؤتمرا عالميا خاص بالمشروع القومي بشرق بورسعيد، وهو المشروع المقسم إلى 3 مناطق، هي المنطقة الاقتصادية والصناعات ومنطقة ميناء شرق بورسعيد والمنطقة السياحية، وذلك أول أكتوبر تحت إشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبمشاركة المحافظة وجامعة بورسعيد والوزارات المختصة، وذلك بهدف التسويق للمشروع وعرض المخطط العام تمهيدا لبداية التنفيذ. قال أيضا في مؤتمر صحيح مشاهدينا الإسماعيلية والسياسية بالإسماعيلية تأييدا لقرار الرئيس محمد مرسي. من ناحية أخرى، طلب أطباء مستشفى الإسماعيلية العام بتشكيل لجان شعبية لحماية المستشفيات الحكومية من أعمال البلطجة والاعتداءات المستمرة على الأطقم الطبية حتى يمكن استئناف العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضى. جاء ذلك في بيان صادر من أطباء المستشفى العام. ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي يسري محمد. من الواضح أنه ليس معنا يسري محمد، ولذلك سأنتقل بكم مشاهدينا إلى محافظة السويس.